طب افرح يا نايم. باطل قضية عشان النقدية، يخرب بيت دولارات الإعلانات لحست دماغك يا تامر. عامل إعلان لمنتج مقاطعة وبيدعم ولاد الحرام بعد ما كان بيعيط على اللي بيحصل في غزة وبيفطر مع مراته رغم إنه مطلقها، وخسر أكتر من 1,000,000 متابع في كام ساعة بسبب حملة عليه. إيه اللي بيحصل بالظبط مع تامر حسني؟ في أول يوم رمضان الكل مستني الإعلانات اللي هتنزل في التلفزيون، وقاعدين بيقيموا اتفاجئوا إن الفنان تامر حسني عامل إعلان لشركة من شركات المقاطعة واللي المفروض ما نتعاملش معاها، ده لأنها ببساطة بتدعم الكيان. رغم إن تامر من أكتر الفنانين اللي اتأثروا باللي بيحصل في غزة، بس برضه صور مع الشركة دي، علشان كده الكل قلب عليه حس إن عنده وشين بيتعامل بيهم. واحد في شهر نوفمبر وقت ما كان بيساعد الهلال الأحمر المصري في المساعدات اللي هتتبعت لغزة، والتاني النهارده في إعلانه الجديد اللي بيساعد الناس التانية، واتعمل عليه من الجمهور حملة مقاطعة وخسر تقريبا 1,000,000 متابع في كام ساعة بس. كل البوستات بتاعته اتملت بتعبيرات الغضب، بس الحقيقة إن تامر ما ردش على أي حاجة وكان بيفطر مع بسمة بوسيلي طليقته وولاده. حسني مشي على خطى بيومي فؤاد، وهي ايه؟ انا عارف ان الناس في مقاطعه، وهو واحد من الناس دي. في الاول قال انا عندي اكتئاب وانا اسف ان انا ما بظهرش على السوشيال ميديا بسبب الاحداث اللي بتحصل، وفجاه تلاقي تامر حسني بيفاجئنا باعلان في رمضان مع شركه مقاطعه وهي شركه شيبسي. طبعا اللي ما يعرفش شركه شيبسي من الحاجات اللي مقاطعه من زمان وعندهم خسائر بالملايين بسبب المقاطعه دي، وطول عمرنا شيبسي ما كانتش بتتساب من اي بيت. بمعنى صح كنا على سفرة رمضان لما مامتك تحاول انها تنسى تعمل بطاطس تقول لك هات شويه شيبسي نزين بيهم ايه الطبق. دلوقتي ما بقاش في حد بيعمل كده بسبب المقاطعه من اصغرنا لاكبرنا، لكن تامر حسني ساب كل ده ونسي كل ده وعمل لهم اعلان وقبض قصاد الاعلان ده رقم كبير جدا. فانت ما تفتكرش يا تامر ان الناس خلاص استلمت او ان الناس عملت الاعلان فالموضوع بالنسبه لك عادي. بالنسبه لناس كتير مش عادي، ناس كتير متابعه القضيه لحظه بلحظه، ناس كتير زعلانه على اللي بيحصل، ناس كتير تعبانه نفسيا وحاجات كتير قوي بسبب القضيه دي. وكون ان انت حد ملهم بالنسبه لنا كلنا او حد كلنا بنحبك فانت تعمل كده، فدي حاجه زعلت ناس كتير قوي.